الواد ده قال 48 ساعة وجاي وما جاش. تفتكر دماغه فيها ايه؟ ليه ما اتفقش مع صاحب الارض على مرضيته؟ كله بيمشي ويروح، المفروض كلنا نقعد في الأرض، ممكن يكون بينيمنا. ربنا يستر بقى يا عم جود. استر يا رب اللي عندك. عايز ايه بعيد عني وراك اسف. الو بس انت اللي هتقول. بداية الكلام، لو دماغك سوحتك انك تيجي معايا في نوش، واللي يعز ويذل نفرجك على حاجة عمرك ما شفتها. دارك وانت نايمتنا وجيت؟ احنا تعبنا في الأرض دي وهنموت فيها. يبقى هتموت. بعد اذن اخواتي الصغيرين ما ينفعش اجي عليكم. يلا هتدوس على وشك. خلص الكلام. انت يرضيك اللي بعد تعبي في الأرض ده كله ما يطلعليش أي مصلحة هما باعوها ب 2 مليون جنيه؟ عشان اعرفك اللي انا ثابت على مبدأ ابو اسكندر. في اصول هنقولها دلوقتي. انا جيت قلت المره اللي فاتت هترضي بحكم. في كلام في الحوار ده؟ لا. هيترضوا ب 100,000 جنيه من ال 2 مليون جنيه. ده كلامي وده حكم. امين؟ الكلب يا اسطى. اكيد انت عارف من مكان الدعاوى والعنوان بتاع المكتب. تعالى لي بكره خد ال 100,000. برضه كده؟ مرضى معلم. كولي بتشتم بسببك. خير افتح. ابو اسكندر عم تايسون. خلينا نخش. يا اسكندر. عم تايسون اتفضل. انت واقف ليه؟ اقعد. يا عم تايسون. يا ابو اسكندر. قول. بص يا لوشا، انا عارف ان جوده تعبك، وعشان خاطري تقف مع عم تايسون وبنته لله. لله يا لوشا، جودة بعد الانفصال عن بنتي عايز ياخد العفش. يا ابو اسكندر، وده برميل ماشي على الارض، دماغه ما بيفهمش، هخسره والله. وعلى العموم يا عم تايسون انا هكلمه لك دلوقتي. ايه يا جودة؟ بص انا مع اني زعلان منك من المره اللي فاتت، بس انت اخويا. جودة انا عارف ان الموضوع ده موضوع نسب. العم تايسون عندي هنا وابو اسكندر عايزني اخش في الموضوع امين، مش عايزني يقول لي دلوقتي. بس هتيجي فرداني، ومش عايز دماغك التعبانه دي، عايزين نحل. ها؟ وانا مستنيك. يلا. واحد بيقول لي يا لوشا. ها ايه رايك في الدخله؟ بديناها اهو عشان بس تعرفوا. انا معاك اهو يا اخونا لوشا. بص يا سفاح، انت عارف انت اخويا بره اي كلام. خلي بالك يا اسطى، انا اتصلت بيك قلت لك تعالى فرداني مع احترامي لاخويا، عشان ده موضوع ايه؟ في نسب وفي بنت ناس. انت برضو
بتحطني في قصص على بوره برضه مصمم. بس عادي. امشيه يعني يا لوشة؟ لا ما تمشيهوش، انت هتحطني في غلط. خلاص. بص يا جوده، دلوقتي انت كنت متجوز واحده بنت ناس، خرجتوا بالمعروف، طلقتها، ما حصلش بينكم نصيب، تاخد حاجتها يا اسطى طالما انت اللي مخلص، انت اللي عايز تطلق. عارف حتى هي لو هي اللي سايباك تاخد حاجتها، ده حق ربنا. وانت قلت لي اقعد في القعده، هتقعد ترغي وتقعد تقول لي مش عارف ايه، براحتك. ها يا ابو اسكندر، ايه اللي يرضيك انت وعم تايسون؟ اللي يرضي عم حسني وبنته يرضيني. وانا اللي يرضيني اخد حاجه بنتي وكل واحد يروح لحاله. ها ايه رايك في الكلام ده يا جوده؟ بص يا عم لوشة، انا هديهم الحاجه بس بعد كده انت مالكش فيه. هات واحده يا جوده. هو ايه اللي ماليش فيه؟ انت دخلت دخله وعدتها بهزار، وجاي وقت قاعد في وسط الناس الغريبه قاعد بتاكل. هفهمك غلط، هتشوفني هشوفك، مش هتشوفني وربي اللي خلق الكون ما هعتمدك. انت شايف كده؟ ماشي. انا هاخد الحاجه من الشقه والناس دي تخصني. يا ابو اسكندر، خسرت يا عم تايسون. معلش يا لوشة. ابعت لي اللوكيشن بتاع البيت، انا جاي لك عشان سعيد يرضيك دلوقتي. يلا يلا يا اسطى. تعالى جنبنا يعني. خليك واقف يا سعيد، بص على راسه وراضيه. شيل ايديك من جيبك يا اسطى، بص على راسه. راضيه بنفسي يا اسطى. ما تزعلش علي حقك علي. بص يا سعيد، نقفل الباب بس عشان ايه؟ عشان الصوت قوي في اللقوة منه. وزي ما قلت لك تاني، اوعى تيجي على غلبان وتكسر نفسه، وظهره سنده ربنا. ينفع كده يا لوشة؟ جودة عايز ايه في الشارع ولا في السن ده؟ في ايه يا تايسون الدخله دي؟ عمل ايه قرد؟ ينفع جودة قفش فيا وبيجري ورايا وبيقول لي هزعلك وانا في السن ده يا لوشة؟ انا هضرب نفسي ضربه من جوده ده، تعبت خلاص. هو فين؟ ربنا يعورك، انا عارف ان هو هيجي لك يا لوشة. مش هحلك يا تايسون. تعور مين يا جوده؟ انتوا اتجننتوا ولا ايه؟ ايه الكلام ده؟ يا لوشة دي قصص بيني وبينه يا لوشة، وانا عاوزه. طب اسمع، الراجل عندي، كرامته من كرامته، يبقى محسوب عليا. الكلام بقى خلص. فيها يا لوشة، بتلاقينا كده ليه؟ احنا زمايلك. هو فيها يا لوشة؟ هو كده. ايه يا جدعان؟ صوتكم جاب لاخر الشارع. وحدوا الله، انتوا اخوات وزمايل. فيها لوشة؟ تعالى شوف لوشة يا ابو اسكندر، انا منه بفضل الغريب عليا. عشان انت مش على الثابت، قدر خصمك لو عند زميلك. انا كده الكلام خلص معايا يا ابو اسكندر. التعامل هيبقى بالوصول يا لوشة. لا امشي يا لوشة. انا اصطاده بره يا لوشة. طب بص يا ابو اسكندر، قدام اخواتي اهو، عشان ايه؟ من باب وتلت كده. الراجل ده كان عندي، هيروح لغايه البيت. امين؟ دي الاصول صح؟ صباح الفل عليكم. امين يا لوشة. مين يا لوشة؟